وش اللي صاير ومن ذا الكلام وش جايك؟ قالت انه مو بصاير شيء بس اني لهيت وكذا واني لقيت وظيفة. ذيك اليوم انا طالعة من العمارة وزوجي تأخر بالدوام. تقول وانا طالعة يعني بروح اجيب اغراض من البقالة، تقول وانا نازلة الا شفت زوجي طالع من عمارتها. تقول استغربت انه هو ليش طلع من العمارة حقتها. تقول قلت يمكن مر او هي كانت برا. تقول لقد ما اقدر كنت قاعدة احسن النية. تقول وشافني، تقول يوم شافني ارتبك وخاف. تقول جيت قلت له وش تسوي في العمارة يعني فلانة؟ قال ايه انه واحد من اخوياي طلع ساكن بنفس العمارة متزوج وعنده عيال وكذا، ويوم ان شاء الله باخذك نمر عليهم يعني تشوفينها. تقول قلت طيب. تقول مر الوقت مرت الايام. تقول وانا ذاك اليوم قاعدة وهو نايم. تقول خلاص الشيطان بدأ يلعب براسي خلاص يعني. تقول وافتح جواله والقى يعني بينهم مسجات غرامية هي وصديقتها ذي. المهم ما ابغى اختصر كيف كثير بينهم وغرام وحب وكلام يعني مرة. انهبلت الحرمة، انهبلت انجنت خلاص اللي ما عاد تقدر. قامت راحت وش سوت؟ على طول دهمتها، ما جت لزوجها راحت لها طقت عليها وكذا وقالت لها وشلون وانتي وزوجي مع بعض كيف يعني؟ قالت لها والله يعني شيء غصب عني يعني شيء صار خلاص كيف انتوا يعني هذه علاقة ولا ايش؟ قالت الزبدة انها اتهمتها عرفتوا بشرفها وصارت تسبها وكذا. قامت ذيك دقت على زوجها قالت له تعال بيت فلانة انه ابيك تجي وكذا. وجاء زوجها فقامت عرفتوا واجهتهم في بعض، قامت تسبه وكذا وانه انت قام قال لها انا ما سويت شيء بالحرام وانا متزوجها. تزوجوا بعض. تقول انا احس الدنيا صكت فيني. تحلف تقول والله احس الدنيا صارت سوداء اصلا على طول. تقول عيني سودت وما عاد حسيت بعمري. فهذيك اللحظة ارتفع ضغطها من كثر ما قوة ارتفع ضغطها. تخيلوا ضربت الكلى عندها على طول من كثر ما ضغطها ضرب. ودوها طبعا المستشفى. تقول اول ما فتحت عيني بالمستشفى كذا هو موجود خلاص انا ما ابي اشوفه ولا ابي اشوفه ولا ابي احد ولا ابي يتكلمون معي اثنينهم. والصياح تقول انا بس تقول قسم بالله ان عيوني يعني دموع تنزل من عيني من غير ما اتكلم والله العظيم. تقول ما في صوت كنت عيوني دموع من عيني وبس. وهو يقول لها يا فلانة خليني أتكلم، طيب أشرح لك، طيب أقول لك. تقول ما أبي إذني ما تبي تسمع صوتها ولا صوتها خلاص يعني صدق ما أبغى أسمع هذا الكلام. المهم تقول سبحان الله طلعت هي وياه وأنا قعدت وجت أمي وش صاير ومن ذا. قالوا لها خلاص لازم تبدين غسيل إن الكلى ضربت عندك. سبحان الله في غسيل في بعض المرضى يغسلون يعني الكلى يجيها صدمة تغسل بعدين فترة ترجع تشتغل عادي. فهم قالوا لها أن هذا مؤقت إن شاء الله وأنها بترجع الكلى عندك. بدت تغسل. تقول خلاص تقول أنا سكت فيني ولا أبي أشوفه ولا أبي أشوفه ولا أبي أكلمها. المهم قام أبوها جاء وكلمها وقال لها لازم تقعدين معه لازم تفهمين وش اللي صاير. وتصدق جلست معه. تقول قام هو قال لها أنا يا فلانة كنت أقول لك فلانة هذه لا عد يعني تجي البيت وأنا موجود. فلانة هذه لا أشوفها في البيت. فلانة هذه لا تقعد معي. فلانة هذه لا يعني عرفتوا دايم. يقول أنا كنت أقول لك دايم وأنتي كنت تقولين لي زي أختي شوفها كأنها الشغالة. يقول أنا يعني كنت أجي البيت وألقاها قاعدة مع الولد وشايلة الولد وصار بيني وبينها سواليف ونقعد ونسولف. صارت هي تقعد معي أكثر منك فطبيعي يعني إن هذا الشيء يعني يصير. يقولوا أنا خلاص ترى تزوجتها على طول يعني ما استنيت شيء على طول تزوجتها. فالغلط منك أنتي
تقول صدق أنا اللي كنت غلطانة، أنا غلطانة، لأنه هو كان يقول لي وأنا كنت يعني متجاهلة الموضوع، ماني مركزة فيه أبدا، كنت متجاهلته، وهذا الشيء مرة غلط مني أنا مو من الرجال. تقول بس خلاص يعني القهر إنه صديقتي، أنت كيف رضيتي إنك أنت تاخذين مكاني ببيتي؟ فلما سألتها قالت لها إنه أنا لحالي وجاء يعني رجال وطق بابي زوجك يعني رجال وما يعيبه شيء، فخلاص. وبعدها خلاص تقول صرت قامت هي طبعا وش سوت؟ نقلت الرياض هي ولدها ولقت وظيفة بالرياض وخلاص استقرت بالرياض، يعني هي ما تبي حتى تقعد بالشرقية لأنها ما تبي المكان اللي هو فيه خلاص يعني مرة. وهي ما شاء الله سبحان الله لطيفة وذربة وجميلة حتى، فخلاص يعني هي ما تبي مكان هو موجود فيه كذا، ما تبي. البنات قالوا إن فلانة بتسافر أمريكا، خلاص يعني شلون ذا؟ قال والله ما ندري يعني، بس هي كلمتنا وقالت تراني إني بطلع. طبعا بناتي يغسلون، سألتها قالت والله ما قدرت إني يعني أتحمل وأقعد، يعني خلاص أحس الدنيا ضايقة فيني، يعني ماني يعني مستوعبين السالفة من زمان مرة من زمان، يعني قبل يمكن 5 أو 6 سنين، وهي باقي يعني ميم يعني ما تخطط الموضوع، عرفتوا يعني مرة ما تخطته ومتضايقة ومقهورة منه. فأنا قاعدة أقنعها أقولها بنتي حالتي تعوذي من الشيطان، أنتي عندك وظيفة وعندك بيت، يعني ما له داعي إنك تطلعين وتروحين وتتغربين ويعني يصير لك أشياء كثير. خلاص يعني خليك هنا بالسعودية عيّت تخيلوا. فاليوم يوم كلمتني صدق ضاق صدري، يعني مرة ضاق صدري إنها هي بتروح بتخلي كل شيء وراها،